كان عند النبي صلى الله عليه وسلم جار فارسي، وكان هذا الجار مشهور بأن الطعام اللي يسويه جدا لذيذ. ففي يوم من الأيام سواله أكله وجاي يعزم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الطعام. فلما جاي يعزمه قام النبي عليه الصلاة والسلام أشار وقال: وهذه؟ يقصد مين؟ يقصد زوجته السيدة عائشة، هل هذه معزومة معي ولا لا؟ فقال الرجل الفارسي: لا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحضر، ماني حاضر. فراح هذا الجار وبعد فترة رجع وكان مسوي أكلة ثانية وجاي يعزم النبي عليه الصلاة والسلام عليها. فقال له: يا رسول الله أنا عازمك على الطعام. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام: وهذه؟ يقصد كمان السيدة عائشة. فرد عليه الجار الفارسي وقال له: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن نعم، يعني أيوة الحين راح أحضر. شوفوا كيف النبي عليه الصلاة والسلام عطى الأولوية لزوجته على جاره لأنها ما كانت راح تحضر معه. ولما جاء مرة ثانية ووافق الرجل على أنها السيدة عائشة تيجي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وافق النبي على العزيمة. يا جماعة هذا الموقف فيه درس جدا عظيم يعلمنا أن نعطي الأولوية لأهل بيتنا ونسائنا، نعطيهم حقهم في المشاركة معانا بالطلعات والجيات مثل ما سوى النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم تلقى بعض الرجال يطلع مع أصحابه أكثر مما أنه يطلع مع أهل بيته أو زوجته، وهالشيء يا جماعة يضعف الترابط ويخلي البيت بارد وتقل فيه المشاركة والحب. فشاركوا نسائكم وأعطوهم من وقتكم وتقديركم وحتى جزء كبير من طلعاتكم، حتى وأن بدأ لك هذا الشيء بسيط، لكنه والله من أعظم أبواب الترابط والرحمة اللي ممكن تبنيها مع أهل بيتك.